الخوف. طبعا كلنا بيمر علينا أوقات خوف، ودي بتكون من أصعب الأوقات. ده الوقت اللي بفقد فيه سلامي وأماني واطمئناني. طب تعالوا نعرف إيه هو الخوف ومعناه إيه. الخوف هو أحد الطرق اللي الدماغ فيها بتدافع عن نفسها، يعني هو آليات دفاع. فأي شيء غير معروف أو يعتبره العقل مجهول بيخاف منه. مثلا إني أتكلم قدام ناس كتير، أو لما أفتح مشروع جديد، أو أجرب حاجة جديدة. طيب هو الخوف ده وراثي ولا مكتسب؟ غالبية أنواع الخوف بتكون مكتسبة نتيجة الخبرات أو التعلم أو الملاحظة في حياتنا عموما. الحاجة الوحيدة اللي الطفل بيتولد خايف منها هي الصوت العالي، أو إنك تزيح حاجة مفاجأة مثلا. الخوف لدرجة محسوبة بيكون مفيد جدا للإنسان، زي خوف الإنسان من المرض يدمر صحته، فيبتدي يهتم بصحته وأكله ورياضته وهكذا. لكن إذا الخوف ده تجاوز الحد المطلوب يبقى فيه مشكلة، وبيعيق الإنسان من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وممكن هنا تحتاج لعلاج. طب هي أنواع الخوف إيه؟ طبعا عندنا 3 أنواع من الخوف. هما الخوف الطبيعي، زي مثلا إنك تخاف من الغرق، من الموت، وده طبيعي وبيكون مش مؤثر على حياتنا، وغالبا بيجيلك وقت تكون مشغول فيه عقلك بالحاجة دي أو بالمثير ده. تاني حاجة الخوف المرضي، زي الخوف من أشياء غريبة، الطيور، الأصوات، الحشرات، الأماكن المرتفعة وهكذا، وده بيلح عليك وقت الحدث بس وبعديها بيمشي. يعني الوقت وجود المثير اللي هو الحشرة، المكان المرتفع، وده بالمتابعة والالتزام مع الأخصائي بتتحسن. تالت نوع وهو أخطرهم الخوف الغامض، هو إنك تكون خايف من حاجة لكن بدون مبرر، مفيش مبرر للخوف، وده أخطر أنواع. وهنا بقى بتحتاج للأدوية. لكن أحب أقولك أنت تقدر تتغلب على خوفك، بس حاول وما تستسلمش.